معايا خط اتصالات جاي احوله لايسم بدل ما يبقى فيزيكال. بعد ما رجعنا بقى وجبنا الخط، للاسف انا دفعونا 300 جنيه عشان نحول بس الخط، والمفروض هو ده الخط ده الايسم الجديد. بص، هو الاستوديو مكركب سيكا سيكا جميل، بس مش مشكله. سرشت في الاعدادات على الايسم عادي، اد ايسم سيت اب موبايل سيرفيس. عمل خد الباركود بسرعه، ما شاء الله عليه. اكتف ايسم، المفروض دلوقتي بيأكتف الايسم اهو. موبايل بلان سيت اب كومبليتد واشتغل. احساس الموبايل فيه خط عادي وخط ايسم ماشي اهو، عشان المصداقيه. باين المصداقيه عندك. عايز اقول ان انا بقالي 3 سنين ماشي بخط واحد. احساس ان انا يبقى معايا خطين دلوقتي حاسه كبير، حاسس ان انا مبسوط، فاهم؟ مش عارف ماشي، اوافق موافقون. عارف انت تمن ال 16 شريحتين كان بكام في البدايه؟ هل موبايلك يسمح تشغل عليه ايسم؟ هقول لك بقى ايه الموبايلات اللي تسمح عليه. الايفونات دي لذيذه جدا ومعروفه ومحصوره كده من اول ما الاكس ار، اللي هو اكس ار، اكس اس ماكس، السلسله دي لغايه 16 برو ماكس عادي جدا. كل الموبايلات دي فيها اي سم وبتدعم الاي سم. انت بقى لو اندرويد، ده اللي فيه حوارات شويه لان مش كل موبايلات الاندرويد بتدعم، بس عندك مثلا من سامسونج اي موبايل فلاج شيب من اول جالاكسي اس 20 و20 بلس و20 20 الترا والكلام ده كله بيدعم لغايه الاس 24 والاس 24 الترا والحوارات دي كلها، زائد الزد فولد والفليب وكل الاجهزه دي. حتى في الفئه الاقتصاديه عندك الاي 55 برضو والحاجات دي. وبالمناسبه هكتب لك في كومنت او في الوصف كل موبايلات الاندرويد والايفون تدعم الاي سم ولا لا، بحيث تشوف كده ايه الموبايل اللي موجود. زي كمان حتى انت وانت راح تشتري بيسالك موبايلك نوع ايه عشان برضو يعرف هو ليه اي سم ولا لا. ولكن اللي حصل معايا مختلف، لان انا لما رحت قلت له معايا 16 برو قال لي مالكش اي سم. طب ازاي الموبايل فيه اوبشن ان انا احط اي سم عادي؟ قال لي لا، انا عندي موجود في السيستم 15 كلها، وبعد كده 16 برو ماكس بس، ما عنديش 16 16 بلس 16 برو. طب ليه؟ ما اعرفش. كلم خدمه العملاء، كلمت خدمه العملاء اخرهم الساعه 5، فما حدش رد عليا لان الكلام ده كان الساعه مش عارف 7 8 بالليل حاجه كده. اضطريت اروح فرع تاني، الفرع الرئيسي بقى، عشان اشوف هل فعلا ما فيش ل 16 ولا لا. وكنت هضطر اشتري حتى واجرب انا بنفسي، لان انا متاكد ان انا ينفع اجيب لل 16 عادي مع اوبشن في الجهاز عادي، ليه مش موجود في الشركه؟ ولكن لما رحت الفرع التاني الدنيا مشيت عادي، وقال لي موبايلك، قلت له 16 برو، وعمل لي الايسم وطلعه لي عادي. وزي ما احنا شفنا من شويه ان انا ركبته واشتغل عادي، وشغال عادي جدا زيه زي الخط الفيزيكال. ولكن بقى اما نيجي المشاكل، ودي اكبر حاجه مضايقاني الصراحه، مش اي حد يشتري الايسم. الحاله الوحيده اللي انت تشتري فيها ايسم ان انت فعلا معاك خط، ومعاك مثلا انا زي كده معايا جهاز بخط واحد، وانا معايا خطين مهمين بالنسبه لي، فبدل ما امشي بموبايلين او امشي بشريحه في الموبايل والشريحه التانيه عينها معايا كل شويه اغير ما بينهم او الكلام ده، فعملت الايسم لان انا محتاج فعلا الايسم. ايه ده حوار الايسم مش عارف ايه، فاروح اشتري خط من جديد؟ ما انصحكش. انت لو عايز تشتري خط الايسم لذيذ وكده، بس اقول لك على حبه مشاكل دلوقتي لازم تبقى عارف قبل ما تروح تشتري. غير كده حاسس ان انت ايه ده، انت معاك موبايل بيدعم الايسم، غير الخط اللي معاه الايسم بقى وروش وكده. لا، اسمع المشاكل اللي اقول لك عليها، لان في كذا حوار كده حاصل، معرفش هل ده الطبيعي ولا ده حصل في مصر بس، ما عنديش ادنى فكره الصراحه. ولكن لو ده طبيعي او حصل في مصر بس فهو مشكله، ويخليك ما تعملش الايسم اصلا. اول حاجه ان هو بيديك باركود كده، او بتحول بابلكيشن او اي حاجه، والباركود ده صلاحيته 5 ايام. يعني ايه الكلام دوت؟ ان انا مثلا معايا موبايلين، وصلت الايسم بالموبايل ده، وفرضا انا عايز انقله على موبايل تاني الايسم ده، ما ينفعش بعد خلال 5 ايام دول بس، ما ينفعش اغيره من الموبايل للتاني. انت عايز تقفله او تحطه على موبايل تاني، او عملت سوفت وير لموبايلك او اي حاجه، مفيش اوبشن هتروح تدفع 300 جنيه عشان تغير الخط او تحطه على موبايل تاني والكلام. تاني مشكله وهي سعره، يعني سعره من البدايه هو مبالغ فيه، وانا قلت لك مبالغ فيه. ليه خط 350 جنيه وهو اي سم؟ حتى مفيش بقى طباعه وكروت ومفيش حوار يعني مكلف عشان يديهولك بفلوس كتير. ولكن ليه التسعير ده؟ ولكن سعر وحش. فكره ان انت تحول خطك من عادي اي سم يدفعك 300 برضو. فكره ان انت ما تشتري خط جديد لازم تعمل باقه، اللي فيه حوارات، فيه تعقيد في الموضوع. واللي هو ليه اكتشفت ان في اصلا في اورنج ممكن تفعل من ابلكيشن تحول خطك العادي خط اي سم عن طريق الابلكيشن، بس ما انصحش بالحركه دي لان هيخليك تدفع رصيد 300 جنيه، وعشان تشحن رصيد 300 جنيه فهتدفع 400 وشويه، فهو هتدفع زياده عن اللزوم. اكتر من ان انت تنزل الفرع هتدفع 300 بالظبط. هو اوريدي غالي، فبلاش تعمله عن طريق الابلكيشن. في النهايه الموبايل شغال عادي اكني حاطط فيه خط عادي جدا، يعني ما فيهوش فرق ما بينه وما بين بقى الخط العادي اللي هو ايه تقول ايه ده اي سم بقى فشبكته مثلا احسن. لا خالص، شبكته عادي زي
يعني انت لو معاك شريحه وبدلتها تبقى اي سيم، نفس الشبكه نفس كل حاجه، مفيش اي فرق. اتمنى ما تاخدش الخطوه دي غير لو انت فعلا محتاج تحول خطك لاي سيم مثلا زي ما انا عملت، لان معيش اوبشن ان انا احط خط تاني. بس في النهايه ده كان كل حاجه، واتمنى لك الخير يا ابني، ويعني اتفضل خلصنا. شكرا ليك. انا متضايق قوي. ورينا الباكج من بره. خلاص باكج ايه بس.